قرارات جديدة من الحكومة وغرامة فوريا بعد ارتفاع الإصابات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم. أتمنى من الله أن تكونوا في تمام الصحة والعافية. قبل أن أبدأ من فضلك اضغط لايك للفيديو واشترك في القناة من العلامة الحمراء أسفل الفيديو حتى يصلكم كل جديد. ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين عبر تقنية الفيديو كونفرنس. في بداية الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن الأيام الماضية شهدت ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين، وهو ما استلزم عقد هذا الاجتماع لمناقشة الإجراءات التي سيتم اتباعها خلال الأيام المقبلة للحد من انتشار الفيروس. وصرح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع شهد مناقشات حول عدد من الملفات، وتم التأكيد على إلغاء كافة الاحتفالات بمناسبة رأس السنة واتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات. وتم التشديد على وقف أي فعاليات أو احتفالات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد الكامل على كل الفنادق فيما يتعلق بالأعداد المحددة في الأفراح، وأن تكون في الأماكن المفتوحة فقط. وكلف رئيس الوزراء خلال الاجتماع بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بعد استيفاء إجراءاتها بداية من يوم الأحد القادم الموافق 3 يناير 2021، لتكون بمثابة رسالة واضحة أن الدولة تواجه أي مخالفات للإجراءات الاحترازية بمنتهى الشدة والحزم. وتم الاتفاق على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يطبقون الإجراءات الاحترازية ولا يرتدون الكمامة، حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيه، وفي حالة الامتناع عن السداد سيتم تحويل المخالف فورا للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه. الغرامة هيتم دفعها في حالة دخول أي منشأة حكومية بدون ارتداء الكمامة أو البنوك أو وسائل المواصلات العامة أو الأتوبيسات والميكروباصات. أما السيارات الخاصة فلن يتم تحصيل غرامة على عدم ارتداء الكمامة داخلها. في نهاية الفيديو لو أقدم لكم معلومة جديدة ما تبخلوش عنا بلايك. لو كانت دي أول مرة بتشوفونا أو بتسمعونا يا ريت تشتركوا في القناة عشان ما يفوتكوش أي فيديو من فيديوهاتنا الجديدة.